السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد هيكون ريفيو عن اقلام الكحل بتاع فولمارا. هنعرف كل التفاصيل بتاعتها، هنعرف اذا كان الماتيريال بتاعتها حلوه او لا، او ايه الالوان اللي ممكن تستخدميها دايما وايه الالوان اللي مش بتستخدميها كتير. هنعرف كل التفاصيل. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان تكبر بيكم. طيب يا بنات، دلوقتي احنا معانا الباكت بتاع فولمار، معانا 10 الوان. الباكت ناقص لونين، المفروض 12 لون، دولت 10 بس، ناقص الاسود وناقص لبني غامق. الاسود خلص واللبني الغامق حد استخدمه، وانا ما بعرفش استخدم اللون بعد ما حد يستخدمه تاني، لان اكتر منطقه حساسه طبعا العين، ما ينفعش تستخدمي مكان حد، اي حاجه شخصيه اصلا ما ينفعش تستخدميها مكان حد. تمام. دولت 10 الوان، منهم الابيض، منهم الاخضر الفاتح والاخضر الغامق، منهم النحاسي فاتح وغامق برضو، منهم اللون الموف ده تحفه، منهم البني، ومنهم اللبني ده، واللبني الغامق طبعا زي ما قلت لكم ناقص. دلوقتي احنا هنشوف الباكت كلها على الطبيعه، وهنشوف كمان الماتيريال بتاعتها عامله ايه واستخدامها كويس ولا لا. طبعا الوانها يا جماعه كلها تحفه حقيقي خطيره. وكل الالوان بتعمل للعين حاجه كده، يعني كل لون مختلف عن التاني تماما، وكل لون بتحطيه في عينك بيبقى تحفه. حتى الابيض يعني انا بستخدم كل الوانه. ممكن انت تشوفي الالوان على الطبيعه، وبدل ما تشتري الباكت كامله، لا انت اختاري اللون اللي انت حبيتيه، اللون اللي انت شايفاه هيبقى احسن عليكي. انا طبعا بستخدم طبعا الاسود منه، بس الاسود حاليا خلصان منه، فانا بستخدم ده اللي هو الزبالم. طبعا يعني تقريبا احلى نوع اسود برضو من الانواع اللي انت ممكن تستخدميها. يعني ده جميل برضو جدا وثابت ووتر بروف وكل حاجه تمام. دلوقتي هنفتح الالوان مع بعض ونشوف على الطبيعه. هجربها لكم على ورق عشان بصور بايد وبقول لكم بايد، يعني بوريكم بايد. ده اللون النحاسي اهو. بصوا يا جماعه على الطبيعه اهو. دلوقتي هنجرب مع بعض اللبني. يا جماعه عايزه اقول لكم طري جدا، طري جدا على العين. شايفين الطراوه؟ بصوا، ده اللون اللبني منه كده، النحاسي واللبني. النحاسي اللي انا استخدمته النحاسي الغامق. هوريكم دلوقتي النحاسي الفاتح. وادي يا جماعه اللون الاخضر اهو. يا جماعه طري جدا، شايفين اللون؟ هوريكم دلوقتي النحاسي الغامق الفاتح. العكس يا جماعه، ده الغامق واللي فوق الفاتح. بصوا الدرجتين مختلفين تماما عن بعض، كل درجاته مختلفه عن، يعني كل حتى المتشابهين برضو مختلفين عن بعض. ادي ده اللون الموف. اللون ده رهيب يا جماعه في العين، حاجه كده حكايه. طبعا انا واكله الاقلام لاني بستخدمها دايما. شايفين اللون؟ الكحل ده انا بستخدمه دايما يا جماعه كل الوانه، عشان كده هتلاقوا اقلام يعتبر خلصانه، يعني يعتبر في اقلام عايزه بقى تتبري تاني. تمام. واللون ده اخضر غامق. بصوا يا جماعه الوانه تحفه، الوانه حقيقي تحفه، وكل الالوان في العين بتدي منظر رهيب. حقيقي الوانه كلها جميله وطري جدا في العين، طري يعني اول ما بتمشيه في العين كده بياخد اللون على طول. وادي يا جماعه الابيض. طبعا الالوان بقول لكم انا واكلاها لاني بستخدمها دايما. بصوا هو مش باين قوي، بس لو ركزتوا هتلاقوا اللون موجود، بس في العين طبعا بيبقى حكايه. الابيض بالذات ده كمان في العين بيوسع العين جدا، بيوسع العين وبيديها وسع كده حلو قوي. وده اللون البني طبعا متاكل، مش عارفه اصلا هيلقط ولا لا. بصوا ما لقطش قوي، بس طبعا هبريهم وابقى اوريهم لكم تاني. عايزه اقول لكم يا جماعه الالوان بتاعته كلها تحفه، ودي الوانه على الطبيعه اهي، وده الاسود اللي انا بستخدمه حاليا. عايزه اقول لكم الالوان على الطبيعه يا جماعه تحفه. الباكت كلها رهيبه. لو انت عايزه تشتري الباكت كله على بعضيه تمام، عايزه تشتري لون واحد، الالوان قدامك اهي. اللون اللي ينفعك واللي انت حاساه في عينيكي انت هاتيه، مش شرط تجيبي الباكت كله طبعا. بس يا جماعه، ولحد هنا يكون وصلتوا لاخر الفيديو. لو وصلتي معانا لحد هنا اعملي لايك للفيديو واكتبي كومنت، وصلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، في ريفيو جديد من سلسلتنا. باي باي.